بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال مهم جدا. يجلس مع رجل يكفر حكام المسلمين، ومنهم من يكفر علماءهم، ومنهم من يكفر عامتهم. وقف أحد هؤلاء التكفيريين في بلد ما وقال: لا أعلم اليوم على وجه الأرض مسلما إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، وغير ذلك من ترهاتهم. وأقول: يا عبد الله، إذا لم يقبل هذا الرجل النصح ففارقه وابتعد عنه، فإنه أجرب يخشى أن يجربك. وقد حذر الله من مجالسة أهل الأهواء، ومن شر أهل الأهواء الخوارج التكفيريون الذين لم يسلم منهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعترضوا على قسمته الغنائم يوم حنين، وما زالوا يخرجون على الأمة ويكفرونها إلى يومنا هذا، وسيظلون إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، فاحذرهم، إنهم هم العدو، وهم أخطر الآن من الطوائف كلها. لماذا؟ ما وجه الخطر؟ من يجيب؟ لأنهم يدعون الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهم يحطمون فيه، وهم يفرقون كلمة المسلمين. ومنهم أدعياء الجهاد المزيف المستحلون لدماء المسلمين وأموالهم. فمثل هذا الرجل الذي ذكرت، إن قبل النصح بعد أن تبين له الحق وترشده إلى الذهاب للعلماء، فإن أصر فدعه وابتعد عنه، وفر منه فرارك من الأسد، فإنه مجذوم يخشى أن يعديك بجذامه. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فابتعد عن هؤلاء التكفيريين، فإن عندهم شبها خطيرة الذين ليس عندهم علم يفرقون به بين الحق والباطل، فاحذرهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم، فربما ألقوا شبهة أو بقت عليك دنياك وإيش وأخراك.